ليه الشخص المؤذي بيبقى دايما جذاب جدا في الأول؟ وكتير بنشوف قصص أو يمكن مرينا بيها بنفسنا لشخص كان في البداية قمة في الروعة، بياخدنا ويطير بينا في السماء وبيخليك تحس انك لقيت شريك أحلامك أو الصديق المثالي، وفجأة بيكشف عن وش تاني، وش مؤذي ومسيطر أو بيستنزف طاقتك. طب ليه بيحصل كده؟ وليه بنقع في الفخ ده؟ الموضوع مش مجرد صدفة، ده ليه أسباب نفسية وسلوكية بتخليهم يظهروا بالشكل ده في البداية. أول مرحلة فخ السحر والجاذبية. الحقيقة إن الشخص المؤذي أو اللي ممكن نسميه المتلاعب بيكون خبير في حاجة اسمها إلقاء الشباك أو صناعة الانطباع الأول. هو مش بيظهر على حقيقته المؤذية دي من الأول، ده بيبقى عنده خطة واعية أو غير واعية عشان يجذبك ليه ويوقعك في شباكه. بيعمل كذا حاجة عشان يبدو مثالي. أول حاجة اسمها القصف العاطفي، دي أول وأشهر حاجة. الشخص ده بيغرقك اهتمام ومشاعر ومجاملات وهدايا، بتحس إنه مهتم بكل تفصيلة في حياتك، بيسألك عن يومك، بيتصل بيك كل شوية، بيقولك كلام حب مكثف جدا في فترة قصيرة قوي، وممكن يقولك انت حلم حياتي أو عمري ما حسيت بالحب ده. وده بيخلق تعلق عاطفي قوي جدا وسريع. تاني حاجة الكاريزما والثقة الزيادة. غالبا الشخص ده بيكون عنده كاريزما طاغية وواثق في نفسه زيادة عن اللزوم، ودي ساعات بتكون ثقة متصنعة عشان يداري هشاشة جواه. بيتكلم بطلاقة، شكله ممكن يكون جذاب، نجح في شغله أو على الأقل بيظهر كده. كل ده بيخلق صورة للشخص المثالي اللي ما ينفعش يترفض. تالت حاجة المراية. الشخص المتلاعب ده بيكون مستمع جيد جدا في الأول، بيعرف أحلامك، مخاوفك، طموحاتك، الحاجات اللي بتحبها وحتى الحاجات اللي كنت بتتمناها في شريك حياتك، وبعدين يقوم عامل مراية لكل ده. يعني بيوريك ان هو نفس الشخص اللي انت بتتمناه، بيعبر عن نفس الأحلام، بيتضايق من نفس الحاجات، كأنه نسخة منك أو الشخص اللي بيكملك بالظبط. رابع حاجة وأشهر حاجة لعب دور الضحية. ساعات كتير بيظهر نفسه على إنه شخص اتظلم كتير في حياته أو مر بظروف صعبة جدا أو اتخذل من ناس كتير، وده طبعا بيصير جواك التعاطف والرغبة في إنك تساعده أو تنقذه أو تكون الشخص الوحيد اللي فاهمه بجد، وده بيخليك تتعلق بيه أكتر. خامس حاجة الاندفاع والعاطفة الشديدة. العلاقة بتبقى سريعة جدا ومكثفة عاطفيا، ومفيش وقت تفكر أو تاخد نفس. كل حاجة بتحصل بسرعة لدرجة إنك ما بتلحقش تاخد بالك من أي علامات حمراء أو ريد فلاج. الحقيقة إنك شخص مش ساذج. الموضوع بيرجع لحاجات عميقة جدا في طبيعة الإنسان ومخنا. أول حاجة حاجتنا الطبيعية للحب والتقدير. كلنا عندنا حاجة أساسية إننا نحس بالحب والاهتمام والتقدير وإننا متشافين وقيمتنا عالية. الشخص المؤذي بيغرقنا بالجرعة دي من أولها، فبنحس إننا أخيرا لقينا اللي يلبي الاحتياجات دي. تاني حاجة اندفاع الدوبامين. كل الاهتمام الزايد والقصف العاطفي ده بيعمل اندفاع دوبامين ضخم في المخ. الدوبامين ده هو الهرمون المكافأة والمتعة، فالمخ بيربط الشخص ده بإحساس السعادة العارمة، وده بيخلينا مدمنين على وجوده وعلى المشاعر دي. تالت حاجة التنافر المعرفي. لما المخ بيكون عنده فكرتين متناقضين، مثلا الشخص ده كويس جدا ومثالي والشخص ده بيحاول يقلل التنافر ده، فبنلاقي نفسنا بنبرر سلوكهم الغريب، او بنقول دي فترة وهتعدي، او بنمسك الذكريات الحلوة اللي في الاول عشان بس ما تكسرش صورة الكمال اللي رسمناها ليهم. رابع حاجة قلة الخبرة او الوعي. كتير مننا ممرش بتجارب زي دي قبل كده، او مش عارفين علامات التحذير، فمش بنكون مدركين ان دي تكتيكات بنشوفها حب واهتمام بجد. خامس حاجة تكوين الروابط الصادمة. احيانا حتى لو بدأ يظهر بعض السلوكيات المؤذية البسيطة، المخ بيربطها بالجانب الجذاب جدا من الشخصية. العلاقة بتبقى عبارة عن اوقات جميلة جدا جدا وبعدها اوقات سيئة جدا، والمخ بيبدأ يدمن الدورة دي. طب هو امتى القناع ده بيقع؟ كل ده بيبقى مجرد قناع. اول ما الشخص المؤذي بيحس انه ضمنك او انك ما بقتش تقدر تستغنى عنه، هنا القناع بيبدأ يقع تدريجيا. بتبدأ تشوف الوجه الحقيقي، بتبدأ تظهر السلوكيات المؤذية: التحكم، النقد المستمر، التقليل من شأنك، الغيرة المرضية، العزلة عن الأصدقاء، الكذب، التلاعب. الهدف من كل الجاذبية الأولانية دي ما كانش حب، كان السيطرة والتحكم. طب ازاي نحمي نفسنا؟ اول حاجة السرعة المبالغ فيها. علاقة بتتحول لحب اسطوري في ايام او اسابيع قليلة. تاني حاجة الغيرة المفرطة في الاول، لو بيغير عليك من اصحابك او من اهلك. تالت حاجة عزل الطرف الاخر، بيحاول يبعدك عن اصدقائك او عائلتك. رابع حاجة نقد مستمر للاكسات، بيتكلم وحش جدا على كل علاقاته السابقة. خامس حاجة تقلبات مزاجية حادة،
ممكن يكون لطيف جدا ولحظتها يتحول لشخص تاني خالص. سابع حاجة عدم احترام الحدود. لو قلت لا على حاجة ما بيحترمش اللأ دي ابدا. في النهاية الرفض او الاذى العاطفي اللي بنتعرض ليه من شخص كان كذاب في الاول ده مش ذنبك انت، دي تكتيكات محسوبة ومدروسة، ساعات بشكل واعي وساعات لا، عشان يوقعوا الضحية. والاهم اننا نتعلم من التجربة ونثق في حدثنا، وندور على العلاقات الصحية اللي بتتبني على صدق واحترام والثقة المتبادلة، مش على الأوهام. قيمتك جواك انت، ما تسمحش لحد يقلل من قيمتك دي أبدا مهما كان.